السلام عليكم يا فندم. لو بتهزر وتضحك كتير هيتقال عليك انك دمك خفيف، بس لو زودت في الهزار هتبقى كلاون. لو انت موظف مجتهد وبتشتغل كتير هتبقى الموظف المثالي، ولكن لو زودت في الشغل قوي وخد كل حياتك هتبقى مربوط في ساقية. نفس الكلام في العربيات، شويه مواصفات حلوه ومهمه جدا بتعملها عشان توصل لعربيه كويسه، بس لو زودت العربيه الحلوه دي هتتحول لمسخه. وده السؤال المهم جدا في شنجان يوني-في. شنجان عندها عيله من العربيات اسمها يوني، دي تاني عربيه تقدم منهم. كان عندنا يوني تي الاول ودي اليوني-في، عربيه فاست باك عشان الشنطه كلها بتفتح بالازاز اللي ورا، فعشان كده بيقولوا عليها فاست باك. سيدان يعني زي اللي احنا عارفينه من الفئه المدمجه. العربيه بتيجي في فئه واحده سعرها 1,300,000 جنيه. ولو هتجيب العربيه دي او اي عربيه ثانيه وعايز تحمي الدهان بتاعها وتخليه بنفس اللمعان بتاعه ده، هتلاقي لينك تحت الكربجيني، ممكن تعرف عندهم اكتر عن فهم الحمايه، سواء كنت موجود في القاهره او موجود في السعوديه او موجود في دبي. عندهم فروع كتير وعندهم حاجات كتير وخدمات باحترافيه جدا ممكن تجربها من عندهم. المهم بقى تعال نتكلم على العربيه دي وايه الجديد اللي فيها. بص، سيبك من الشكل دلوقتي، خلينا نركنه شويه. انت بعد ما تدفع في الخزنه ب 10 دقايق هتيجي تقعد على الكرسي ده، هتبقى لسه فلوسك ما بردتش وانت شخصيا ما بردتش. هتلاقي ايه بقى لما تقعد على الكرسي؟ عندك موتور 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بيطلع قوه 185 حصان وعزم 300 نيوتن متر، وفتيس دي سي تي ديول كلاتش ويت من 7 سرعات. وهي العربيه ارقامها الرسميه للتسارع من 0 ل 100 فالمفروض في 7 وحاجه او اقل من 8 ثواني يعني. بس الحقيقه ان الرقم ده طموح شويه، عامل زي ما تجيب 80% ويكون نفسك تخش صيدله وتلاقي نفسك في الاخر داخل زراعه قسم ورق جوافه. صحيح ورق الجوافه حلو جدا لموضوع الكحه وبيعالج، ولكن ما هو الصيدله برضه. التجربه بتاعتي كانت في حدود 8 ثواني وكسر، وهحط لك برضه الرقم بالظبط على الشاشه عامل ازاي والتجربه نفسها عامله ازاي. العربيه في الطلعه فيها شويه لاج واضحين في الاول، وده بقى حاجه عامه موجوده في كل العربيات تقريبا، ولكن مجرد ما بتدوس على العربيه عشان تطلع بيها طلعه جامده بتلاقي الفرق والحركه كتير قدام. مجرد ما العجل بيمسك في الارض والقوه بتوصل للارض العربيه بتجري، والعربيه ادائها عامه حلو، والعربيه بتحب الجري والموتور بتاعها نشيط، سواء على السرعات القليله وانت طالع من الطلعه طلعتها تخطف وحلوه، او على السرعات المتوسطه او حتى على السرعات العاليه. العربيه في المجمل ادائها حلو جدا. بالنسبه للفتيس فهو فتيس ما ضايقنيش في حاجه، يعني كانت نقلاته كويسه، في فرق واضح ما بين النقلات وبعضها، في حاجه بتروح وترجع لما تكون ماشي على مهلك وبعدين فجاه تروح دايس على العربيه بيحصل شويه لاج. الفتيس زي ما قلت في فتايس ثانيه كتير وفختها لايده عامل زي الاوتوماتيك السريع شويه، لكن ما هوش بسرعه الدي سي تي، وغالبا ده زي كل العربيات الصيني بيحاولوا يحافظوا فيه على عمر الكلاتشات انها تكون اطول. الفتيس على الوضع الرياضي بيديك اداء واستجابه حاده شويه واحسن شويه، ولكن عامه الفتيس في المجمل ما كانش فيه حاجه مضايقاني، ما كانش فيه ترزيع ونتشات، برغم ان انا شفت ناس بتتكلم في النقطه دي، بس انا ما جربتهاش او انا ما قابلتهاش في العربيه دي وفي العربيه الايدو. فالفتيس اجمالا كان كويس، الحته بس بتاعت الجاب ما بين النقلات دي هي اللي كانت واضحه فيه شويتين. وعلى الجانب الثاني بتاع الثبات فالعربيه بتقدم ثبات هايل جدا. العربيه حتى على السرعات العاليه ثباتها ممتاز، حتى في المناورات، حتى في تغيير الحاره العربيه بتتعامل مع الطريق بشكل كويس جدا، حتى وانت بتجري مع مطبات الهواء. ولو اعتبرنا ان الطريق ده هو حياتك وكل العقبات اللي بتقابلك فيها زي مطبات الهواء دي انت بتقف قصادها، فالعربيه دي معاها وسايط بتعديها كل مطبات الهواء دي. العربيه مفيش ولا مره خدت بيها مطب هواء حسيت ان انا فقدت السيطره عليها، او انها تنزل في حته غير متوقعه بالنسبه لي، او ان انا مستني لما العجل يلمس الارض بسرعه عشان الحق اسيطر على العربيه. لا، العربيه مستوى الثبات فيها كويس، ونفس الكلام في الملفات. العربيه عندها قدره كويسه قوي انها تخش ملفات بسرعه، بتديك الثقه الزياده في نفسك انك تخش الملفات بسرعه. مفيش اوقات حسيت فيها باندر ستير عنيف او ان العجل بيتزحلق او ان انا فقدت السيطره على ظهر العربيه في الملفات. فالعربيه في المجمل ثباتها كويس قوي، والكاوتش اللي موجود فيها كاوتش بصراحه كويس قوي في موضوع الثبات اللي بيقدمه، فبيديك تجربه احسن في العموم. الفرامل كمان كانت هايله الحقيقه، أنا يعني تعرضت لكام موقف كده ان انا ادوس في فرامل وبيني وبينك ثقتي فيها كانت مهزوزه شويه، ولكن ادت معايا بشكل كويس قوي. الفرامل بتلحقك لو انت بتجري او اتحطيت في موقف طارئ او عايز تقف بسرعه، ادائها كويس ويستاهل ان هو يذكر. والاهم من كل نقط الاداء دي، وبرغم ان ده مش مطلوب منها، بس العربيه الحقيقه موفره جدا في استهلاك البنزين لمرحله 6-7 لتر كل 100 كيلو كومبايند، اللي هو ما بين مشي جوه البلد ومشي على طرق سريعه نسبيا زي الدائري. ولو انت ماشي بالعربيه على سرعه عاليه او بتدوس عليها او كده، العربيه كانت بتعمل معايا 8-9 لتر، فمعدل استهلاك بنزين هايل جدا. العربيه ما تطلعش بره الارقام دي، والحقيقه ان انا كان ليا تجربه معاها ان انا كنت ماشي على سرعه عاليه شويتين والعربيه مع ذلك كانت بتلعب برده في رينج 8 لتر، وكان مفاجاه بالنسبه لي انها على السرعه دي جايبه الرقم ده، بس مش هينفع اقول بقى يعني كنا ماشيين كام. وعلى قدر ثبات العربيه في الحقيقه مش مزعجه خالص في موضوع الراحه.
انت بتسمع كل تفاعل العفشه مع الطريق، انت مفيش اي حاجه هتعدي على الطريق لما تحس بيها وهي معديه من تحت عجل العربيه، مفيش اي مشكله او اعوجاج او نقر او مطبات او كل الحاجات دي اللي لما انت بتحس بيها، ولكن مش بشكل مزعج. يعني انت قاعد كده كده مرتاح على الكرسي، فالحاجات دي ما بتضايقكش، ما بتجيش في ظهرك، ما بتبوظش التجربه بتاعتك. والعربيه مستوى الراحه فيها كويس في الحته دي، ولو ان العفشه بشكل واضح جدا مايله للنشوفيه ومايله لفكره الثبات اكتر من فكره الراحه. بس القعده دي تحديدا فيها كلام تاني عايز اقوله. في موضه كده في تصميم كمان العربيات بقى لها كام سنه، وهي ان يبقى العداد فوق وبعد كده الدركسيون صغير ورياضي وتحتيه، وبعد كده انت قاعد في كرسي واطي. شنجان حبت تعمل ده في العربيه اليوني في، والحقيقه انها عملته بشكل هايل جدا وشكله حلو جدا. ولكن المشكله الوحيده فين؟ ان الكرسي ده ما بيوطاش كفايه. يعني مهما وطيت الكرسي فانت قاعد لسه عالي، لدرجه ان انت عشان خاطر تبقى شايف العداد وتنزل الدركسيون لتحت، الدركسيون ده بيبقى قاعد على حجرك واخد ابنك معاك وانت سايق. خصوصا بقى لو انت مش هتفرد رجلك، لو انت كمان عايز تتني رجلك عشان مثلا زهقت من كتر فرده رجلك، فطلعت رجلك لفوق دي دايما هتخبط في الدركسيون من الجنب، خصوصا لو انت بتلف بالعربيه. وكل ما تيجي تلف بالعربيه ومحتاج انك تحرك ايدك حوالين الدركسيون، لازم تروح منزل رجلك لتحت عشان برضو ما تخبطش فيها. فالنقطه دي مش عجباني الصراحه. عملوها في العربيه الايدو احسن من هنا بكتير. ونفس الكلام ده عملوه برضو في فتحات التكييف. هم كانوا حابين انه يعملوا فتحات تكييف مدفونه جوه الطابلوه عشان ما تبقاش باينه، والنتيجه شكلها حلو جدا. ولكن عمليا فتحات التكييف دي بتطلع هواء في الكابينه عموما. لو جبت قناص حربي عشان يظبط فتحه التكييف دي ان هي تطلع هواء على وشك او على جسمك، هيطلع من الخدمه قبل ما يوصل للظبطه المظبوطه بتاعه الفتحات دي. فهو التكييف في العربيه قوي جدا وبيبرد الكابينه بسرعه وباداء كويس جدا، ومش هتستحمله في عز الحر، وهترفعه دايما ل 25 و24 عشان الكابينه بقت ساقعه بزياده. ولكن عمرك ما هتوصل للفكره بتاعه ان الهواء يكون خابط في جسمك جوه العربيه دي. بس على النقيض العربيه بصراحه فيها تجهيزات هايله جدا من جوه. عندك شاشتين 10 بوصه، واحده للعدادات وجنبها شاشتين تانيين، واحده بتقول لك الحراره بتاعه بره الكابينه والساعه، والثانيه بتقول لك الحراره بتاعه العربيه والبنزين وظبطه التكييف بتاعه العربيه. والشاشه الرئيسيه ال10 بوصه برضو استخدامها كويس جدا وما بتهنكش وسريعه واستجابتها كويسه، ولكن فيها ابل كار بلاي بس ما فيهاش اندرويد اوتو. عندك كمان شاحن وايرلس، وعندك بانوراما فيها حركه صايعه شويتين، ان الستاره بتاعتها بتفتح لقدام مش لورا، ودي حاجه ما شفتهاش قبل كده. الخامات كمان من جوه العربيه حلوه جدا، صرف عليها كويس جدا. صحيح مفيش فيها دامبنج جامد في الحته السوفت تاتش، يعني لما بتخبط عليها كده ما تحسهاش محمله حشو من جوه، ولكن شكلها كويس واحسن من عربيات تانية كتير في الفئه دي. وفي حته بقى الحزام البرتقاني والتصميم البرتقاني اللي موجود في الكراسي، فالعربيه عامه موجهه ناحيه الشباب قوي. بس السؤال المهم، هل هي كمان موجهه ناحيه العيله؟ هي تنفع العيله بس هي مش موجهه قوي للعائلات. يعني عندك الحته اللي ورا دي ممكن تاخد عيله صغيره، ممكن مراهقين او اطفال يقعدوا عادي جدا، او لو حد كبير وطويل شويه ممكن يقعد وعامل رجله في الجنب كده كانه مكسوف. يعني ليه؟ لان الكراسي اللي قدام لازم عشان تقعد قدام مرتاح ترجعها لورا، والكراسي نفسها ما بتوطاش قوي، فاللي يقعد ورا مش هيبقى عنده مساحه كبيره لرجله، وكمان مساحه الراس نفسها مش كبيره قوي. العربيه من قدام قعدتها كويسه، بس زي ما قلت لك لازم ترجع الكراسي لورا. المشكله فيها في مساحات التخزين اللي في الابواب، عاملها عيل صيني بخيل وصغير جدا، وكان محتاجه تكون اكبر من كده. بس اللي بيعوضك شويه المساحه اللي موجوده تحت الكونسول، دي اكبر مساحه موجوده للتخزين. ومساحه الشنطه اللي ورا 450 لتر، فهي مساحه كويسه جدا، لا تشيل 3 4 شنط او حاجه زي كده. والعربيه كمان فيها امان نشط، بس ده محتاج اجربه واشرحه لك بالتفصيل واحنا سايقين، عشان في شويه حاجات مهمه عايز اقولها فيه. لو انت شفت الريفيو بتاع الايدو فانت اكيد عارف ان انا هتكلم هنا عن حته ان قد ايه شنجان شطار جدا في موضوع الاكتيف سيفتي، وازاي ان هم بيحطوا هاردوير محترم جدا في العربيات وبيحطوا سوفت وير كمان محترم في حته الاكتيف سيفتي دي، وان اداؤه عامه ممتاز. والعربيه دي ما تختلفش عن اختها في حاجه، او ما تختلفش عن عربيات شنجان عامه في حاجه في حته الاكتيف سيفتي. العربيه هنا فيها مثبت سرعه ذكي شغال كويس جدا ياخد 9 من 10، فيها تحذير من التصادم الامامي وشغال برده بكفاءه كويسه جدا، فيها فرامل طوارئ شغاله بكفاءه برده هايله جدا، وفيها تحذير للخروج من الحاره المروريه. وبس كده، مفيش اي اكتيف ستيرنج في العربيه ما تقدرش تتحكم في الدركسيون بتاعها، فتكمل منظومه المثبت السرعه الذكي انها تسوق نفسها على الطرق السريعه، او انها ترجعك جوه الحاره تاني لو انت خرجت من جواها. فانت واخد اكتيف سيفتي الا ربع، او اكتيف الا ربع سيفتي، حاجه كده يعني، في حته ناقصه كده. وناقص برده منها موضوع البلايند سبوت اسيست. العربيه ما بتعملش مراقبه للنقط العاميه وتنور لك المرايه وتقول لك اللي جنبك والحته دي، فدي النقط اللي ناقصه في الاكتيف سيفتي. ولكن عامه بالنسبه للفئه السعريه دي وبالنسبه للمنافسين بتوعها فهي فيها تجهيزات كويسه، وده ياخدنا للخلاصه.
انك تعمل عربيه حلوه زي ما قلت لك مش بس مجرد انك تجمع شويه مواصفات كويسه جدا وخلاص، لا الموضوع فيه تفاصيل تانية اكتر بكتير، زي مثلا تفصيله الشكل من بره اللي بتخليك تنزل كل يوم وانت متحمس تشوف العربيه وتلف لفه حواليها عشان تتفرج عليها، ولما تركنها تبص كده وراك عشان تتاكد ان انت اخترت في العربيه صح. العربيه دي فيها خلطه ممتازه جدا، سعر هايل واقل من المنافسين بتوعها، اداء كويس جدا، تجربه كويسه جدا، تجربه ممتعه، وعربيه مميزه عن كتير من العربيات اللي موجوده في الفئه السعريه دي. زي ما كنا بنقول دايما قيمه مقابل سعر كويسه جدا بالنسبه اللي هي بتقدمه في السعر ده. صحيح ناقصها شويه ملح، ولكن السعر والحاجات التانية بتخليك تتغاضى عن الملح ده، اللي هو مش مشكله هحط ملح من عندنا عادي يعني. طيب تشتريها امتى وما تشتريهاش امتى؟ تشتريها لو عايز عربيه باداء رياضي كويس جدا، تجربه سواقه ممتعه جدا، عربيه خاماتها من جوه كويسه وتجهيزاتها من جوه كويسه وفيها شويه اكتف سيفتي، ناقصين شويه حاجات، ده الملح اللي كنت بقول لك عليه، ولكن عموما تجربه كويسه. ما تشتريهاش امتى؟ لو عايز عربيه سيدان لعيله، لو عايز عربيه بشنطه كبيره، لو عايز عربيه تكون واسعه من ورا لناس تانية تقعد معاك او بتخرج مع اصحابك او كده، لان الحاجات اللي فيها دي ممكن تخليك مش مبسوط قوي من التجربه، فعشان كده بقول لك ما تشتريهاش في الحالات دي. بس كده، دي كل التفاصيل عن اليوني في. قولوا كده في الكومنتات مين من رايكم اهم منافس للعربيه اليوني في دي، وايه تاني محتاجين تعرفوه على العربيه، اكتبوه في الكومنتات وان شاء الله ارد عليه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير الفيديو ده، وتقولوا كل اصحابكم، وتتابعوا كمان المنصات التانية بتاعتنا من تحت من الديسكربشن عشان تشوفوا المحتوى التاني اللي احنا بنعمله.